طيب سؤال بس لو سمحت لي، انه من باب المعامله بالمثل فرضوا تاشيره، اغلاق الحدود ما علاقه؟ هذا سؤال مهم. المعاملة بالمثل، الجزائر تقول على أنها تعامل بالمثل، تعامل الدول بالمثل، ولكن في هذه الحالة لم تعامل المغرب بالمثل، بحيث أن المغرب فرض التأشيرة على الجزائريين، كان عليها أن تعامل بالمثل انطلاقا من فرض التأشيرة على المغاربة، لكنها هي قفزت إلى أبعد من ذلك وأغلقت الحدود الجزائرية المغربية، بمعنى أنها تريد خلق العداء وخلق مشاكل للمغرب، وبالتالي تبحث عن ذريعة، عن أي ذريعة، عن سبب بغير سبب، إذا كان السبب أو إذا كان لم يكن سبب فإنها ستخلق سببا آخر، بمعنى أنها تبحث عن الذريعة لترجمة هذا العداء وهذا الحقد وهذا الكره الذي تكنه للمغرب. وبالتالي كما قلت، فليس الدافع لغلق الحدود هو موقف المغرب من فرض التأشيرة على الجزائريين، بل لأن هناك كما قلت هو تلك العقيدة التي تبناها النظام الجزائري تجاه النظام المغربي، بحيث أنه يكن له العداء ويبحث كل مرة عن سبب لتفريغ هذا العداء. لكن اللي أضاف للموضوع هو أنهم كانوا يعتقدون أن النظام المغربي يسهل دخول العناصر المسلحة وخروجها، وهذا ليس صحيح. حدثت بعض الدخول والخروج أكيد، لأن أكثر من 1600 كيلومتر ما بين الجزائر والمغرب حدود يعني بالتأكيد. والأوضاع في الجزائر يومها كانت مضطربة جدا، العمل المسلح سواء الصحيح منه أو المخترق أو المصنوع أو المفبرك إلى آخره. لكن كان قضية غلق الحدود يريدون لها تبريرا. طبعا لم تستطيع الجزائر أن تثبت على أن المغرب دعم العناصر المسلحة في الجزائر التي كان يصفها بالإرهابيين، وطبعا المغرب لا يتدخل في هذه الأمور بتاتا، ولم تثبت أي تقارير أو تحقيقات بأن المغرب يدخل في مثل هذه الأمور. العكس الذي يحصل هو أن الجزائر هي اللي كانت تأويل كما قلت عناصر معارضة للنظام الملكي المغربي، ودربت وسلحت شبان مغاربة، ولا أدلى ذلك من قضية مجموعة حكيمي وبكير سنة 1984-85، حيث تم إلقاء القبض على شباب مغاربة داخلين من الجزائر بأسلحة من الجزائر، وتم ضبطهم والتحقيق معهم واعترفوا أنهم تلقوا تدريب في الجزائر. أما بالنسبة للمغرب فقد حاولت الجزائر اتهامه بأن هناك عناصر تدخل وتخرج عبر الحدود المغربية الجزائرية، ونحن نعرف أن كما قال محمد العربي زيتوت على أن الحدود المغربية الجزائرية كيلومترات ولا يمكن أن تضبطها، ولكن أن المغرب كان يتفادى الاحتكاك مع الجزائر ويتفادى أن يخلق مشاكل من هذا القبيل، وثبت على أنه هناك جزائري اسمه بالحق العيايدة الذي تصفه الجزائر بالإرهابي، هرب إلى المغرب وألقى المغرب عليه القبض وسلمه للسلطات الجزائرية، وهذا ما لم يذكره محمد العربي زيتوت، بمعنى أنه المغرب كان يتعاون مع الجزائر وكان يتفادى الدخول في مثل هذه الأمور. وأذكر على أنه في إحدى حوارات المغفور له الحسن الثاني ذكر هذه التجربة التي كانت ستعرفها الجزائر من حيث يعني المسلسل الديمقراطي وصعود التيار الإسلامي، فقال المغفور له الحسن الثاني كانت تجربة كان من المنتظر أن ننتظر حتى نرى نتيجة هذه التجربة. طبعا أشبعه كلاما، طبعا كلاما غير لائقا، يعني الجزائري يشبع المغرب والملك مغفور له حسن الثاني كلاما وقال له نحن لسنا في إيران للتجربة. ما يجب أن نعرفه على أنه في عهد شابدلي بن جديد، وقد ذكر ذلك محمد العربي زيتوت ولكنه لم يثيره بعمقه، على أنه كان هناك تصالح ما بين المغرب والجزائر واستئناف العلاقات المغربية الجزائرية وخطوة نحو إنعاش صرح المغاربي، يعني المغرب الكبير،
وبالتالي داخليا كان هناك بداية مسلسل ديمقراطي والسماح للأحزاب بإنشاء والمشاركة، وطبعا كانت هناك انتخابات ديمقراطية أفرزت صعود الجناح أو التيار الإسلامي في الجزائر. لكن النظام أو الدولة العميقة كما نسميها أو يسمونها في الجزائر أجهضت هذا المسلسل الديمقراطي، كما كانت تبحث عن الذريعة لقطع العلاقات مع المغرب وقطع أواصر التواصل مع المغرب، وبذلك استغلت فرصة فرض المغرب تأشيرة الجزائريين بأنها أغلقت الحدود الجزائرية المغربية. وهذول الناس اللي على الحدود ما هم شعب واحد، شعب نفس واحد، العشائر، نفس القبائل، نفس القبائل، أكثر من 1,000,000 شخص ما بين الحدود. في الحقيقة هم متقاربين جدا. طيب على مستوى الشعبي كيف في هالانقسام اللي نشاهده في الأداء السياسي؟ في هذه الحالة يمكن أن نقول على أن هناك شعب واحد يعيش في بلدين، وفعلا هناك تقارب كبير بين سكان الجهة الشرقية بالمغرب والجهة الغربية بالجزائر، تقارب كبير، تشابه كبير في السحنة، في الحديث، في اللهجة، في طريقة العيش، في الغناء، في الأكل، في الملبس، في كل شيء. وهناك ألفة وهناك يعني تعايش، حتى يمكن أن نقول أن كل جزء في هذه الجزئين هو يشعر بأنه قريب إلى الجزء الآخر أكثر من، مثلا أقول أن الجهة الشرقية تشعر بأنها قريبة إلى الغرب الجزائري أكثر من الوسط أو الغرب المغربي، ونفس الشيء بالنسبة للجزائر نظرا لهذا التقارب. لكن ما حصل هو أن فرنسا قسمت هذه المنطقة إلى قسمين من باب فرق تسود، ونجد عائلات ولاد الشيخ في هذا الطرف وولاد الشيخ في طرف آخر، العمور في هذا الطرف وفي الطرف الآخر، هناك قبائل كثير أخرى في هذا الطرف وفي هذا الطرف الآخر. إذن بمعنى أنه المتضرر الكبير هو هذا الشعب وهذه الشرائح الاجتماعية الكبيرة، وبالتالي أن نعتبر أن النظام الجزائري هو وريث الاستعمار الفرنسي، وكرس هذه المسألة. ونذكر هنا بأنه قبل استقلال الجزائر كانت هناك حكومة مؤقتة اجتمعت مع المغرب وأثاروا المغرب مسألة الحدود المغربي الجزائري، لأن المغرب دائما كان يطالب بأرضه المغتصبة من طرف المستعمر الفرنسي. فاتفقت الحكومة الفرنسية الحكومة الجزائرية المؤقتة مع المغرب على أنه بعد الاستقلال الجزائر سيتحدثون في هذا الموضوع ويتفاوضون في هذا الخصوص. وعندما كان المغرب يؤازر ويدافع ويدعم الثورة الجزائرية، تدخلت فرنسا وطلبت من المغفور له محمد الخامس أن يتم التفاوض حول الحدود المغربية الجزائرية، وعبرت فرنسا عن استعدادها أن تسترد ما ضاع للمغرب من أراضيه في المستعمرة الجزائرية، على أساس أن يتوقف المغرب عن دعم الثورة الجزائرية. فرفض المغفور له محمد الخامس ذلك وقال: لا يمكننا ذلك أن نتفاوض مع فرنسا حول أراضينا، سنتفاوض مع إخوان الجزائريين عندما يحصلون على الاستقلال. وفعلا حصل الإخوة الاستقلال وتنكروا للأخوة المغربية وتنكروا للكفاح المسلح. إذا ما يحصل الآن هو أنه يكون هناك مشكل، فعلا مشكل عائلي، بمعنى أنه العائلات المتواجدة بالمغرب ولديها عائلات بالجزائر فلا يستطيعون أن يتنقلوا بكل حرية وبسهولة، بحيث أنه إذا كان مواطن مغربي أراد أن يزور عائلته في مغرية التي لا تبعد إلا عن بعض الكيلومترات، عليه أن يذهب إلى الدار البيضاء ويسافر من الدار البيضاء إلى الجزائر عبر الطائرة. واليوم أغلقت الجزائر أجواءها أمام الطيران المغربي، فبالتالي عليه أن يذهب من الدار البيضاء إلى تونس، ومن تونس إلى الجزائر إلى المنطقة التي يريد الذهاب إليها، وهذا طبعا عار. وهناك فعاليات مغربية وجزائرية نادت وطالبت السلطات الجزائرية بفتح ممر أو معبر للعائلات خاص بالعائلات، معبر بري للعائلات، لكن السلطات الجزائرية
لم تلتفت إلى هذا النداء نهائيا، لأنها لا تريد الالتقاء ما بين الشعب المغربي أو الشعب الجزائري. كل ما يقرب بين الشعب المغربي والشعب الجزائري ترفضه السلطات الجزائرية، لأنها تريد تدجين الشعب الجزائري وتفريقه عن الشعب المغربي وتفريقه عن الحقيقة وما يدور في العالم من حقيقة، وتريد أن يبقى دائما مغفلا. طيب سؤال أستاذ محمد معلش، يعني ما المبرر الأساسي لهذا دعني أقول مش الانقسام، هو أكثر من انقسام، هو سؤال وجيه، يعني سؤال عمليا وجيه. إلغاء كليا. والخلاف على الصحراء. لا، أنه هل يكفي الخلاف على الصحراء؟ أنا عارف أنه هي قضية سياسية أساسية، لكن هل كان كافيا لدفع كل هذه الأثمان؟ يعني ما الفائدة الأساسية للجزائر من مثل هذا القرار؟ الفائدة هو أن لديك عقول متحجرة، وهذه العقول المتحجرة ترتكب كوارث في حق الأوطان وفي حق البلدان في حق الشعوب. هي ما في فائدة، هي هذه فائدة. أنظمة لا تمثل شعوبا. أول كما قلت فعلا السؤال وجيه، لماذا هذا القرار؟ وقد شرحته من قبل. أساسه هو تلك العقدة التي يشعر بها النظام الجزائري تجاه المغرب، وتولد لديه عقيدة عدائية للمغرب، انطلاقا من ما قلت القومية العربية والحرب الباردة، وأن الجزائر فعلا تشعر بعقدة كبيرة أمام المغرب. الجزائر عندما تقف أمام المغرب فتشعر بأنها ضعيفة وصغيرة، لأنها تجد أمامها دولة عريقة، نظام عريق له سمعة، له تاريخ، له استقرار. ولكن الجزائر لم تعرف استقرارا كما عرفه المغرب. حتى هويتها مست بشكل كبير بالمد العثماني والاستعمار الفرنسي لأزيد من 130 سنة. فبالتالي أن هناك من يقول أن الجزائر الحالية ليست لها تاريخ، وأن الجزائر الحالية أن فرنسا هي التي صنعتها فعلا، والفرنسيون يعترفون بذلك، يعترفون بأن الجزائر من صنيعة فرنسا. الجزائر ولدت سنة 1962 حيث تم الاستفتاء واتفق أو صادق الجزائريون على أن يحصلوا على استقلالهم ويتعاونوا مع فرنسا. هذه هي الحقيقة. إذن هناك عقدة كبيرة يشعر بها الجزائريون تجاه المغاربة. أما قول ذلك الحاضر هنا على أنه شعوب لا تمثل أو الأنظمة لا تمثل شعوبها، فهذا غير صحيح بالنسبة للمغرب. بالنسبة للمغرب هناك نظام ملكي عريق، وليس هناك فرق بين الشعب والعرش، وهناك ثورة تسمى ثورة الملك والشعب، بمعنى أنه الشعب هو الملك والملك هو الشعب. لا يمكن مقارنة ما يجري في الجزائر أو نضفيه على المغرب، هذا غير صحيح. وهذا ما يحاول العربي زيتوت أن دائما أن يلصقه في هذه القضية، دائما يريد يلصق أمور للنظام الملكي ويوضح بأنه هناك فرق بين النظام الملكي والنظام المغربي. نقولها ونعيدها، ليس هناك فرق بين النظام الملكي والنظام الشعب المغربي. الشعب المغربي هو الذي دافع، ورأينا كيف كان دافع عن نفي محمد الخامس مغفور محمد الخامس إلى مدغشقر، وتشبت بالشرعية المغربية وتمسك بالعرش العوي المجيد. إذا هذا أمور لا نقاش فيها، وبالتالي نقول على أنه هدم زايد. حتى بعض إخواننا في المشرق العربي لا يعرفون الكثير، وبذلك أقول وأستغل كل فرصة لأدعوهم لقراءة التاريخ في المغرب، لقراءة التاريخ في المنطقة، للبحث والاطلاع جيدا حتى يعرفوا ما يجري ويدور في منطقة المغرب الكبير. القضية اللي أنا لحد الآن مش فاهمها، إنه لماذا الجزائر لا تريد للمغرب أن تكون الصحراء تابعة له؟ إيش دخل الجزائر؟ لكن جاءت قضية الصحراء فيما بعد وقع عليها خلاف شديد، وهذا الخلاف تطور إلى قطع العلاقات في 75 وإلى تبادل الطرد. وإن كان الحقيقة المغاربة اللي طردوا من الجزائر كان عددهم أكبر، لكن طرد أيضا بعض الجزائريين. لهذا السبب ولأسباب أخرى أخيد السيد محمد العربي زيتوت، فهو يحاول أن يخلق تكافؤ وتوازن بين النظام الملكي المغربي والنظام الجزائري. وهنا يتحدث عن طرد
جزائريين من هنا وطرد مغاربة من هناك. ما نعرفها لأنه في سنة 1975 لما قام المغرب بمسيرة خضراء لتحرير أراضيه، تحرير أقاليمه الصحراوية، فنظم مسيرة شعبية تسمى المسيرة الخضراء بمشاركة 350 ألف مواطن مغربي بمؤازرة أشقائه من الوطن العربي ومن دول أخرى. فقام بمدن بمسيرة سوداء تسمى سوداء، حيث طرد 350 ألف مغربي مقيم في الجزائر، طردوهم عبر الحدود البرية الجزائرية المغربية. لماذا؟ هؤلاء كانوا يعيشون في أمان في الجزائر، ومنهم كان يعتقد نفسه أنه جزائري ويعيش في اطمئنان، وبالتالي طردوهم ونزعوا لهم ممتلكاتهم ولم يعترفوا بحقوقهم وعذبوهم وتعسفوا عليهم أبشع تعسفات. أما بالنسبة للطرد المغرب بالجزائر فلم يثبت التاريخ على أن الجزائر أو أن المغرب طرد الجزائر، فهم يحاولون أن يخلقوا ذريعة أو سببا أو تكافؤا من هذا القبيل. أما بالنسبة للصحراء الشرقية فأعتقد أنني قد شرحت هذا الأمر من قبل، وأريد أن أوضح كذلك على أنه في سنة 1970 وفي خضم الضغط الذي كان على المغرب، فقد وقع المغرب والجزائر على اتفاقية 1972 ترسيم الحدود، ونشرتها الجزائر، لكن المغرب لم ينشرها في جريدة رسمية ولم يصادق عليها البرلمان أو مجلس النواب آنذاك، حتى لما جاء بوضياف رئيسا للجزائر للجمهورية الجزائرية وحاول أن يحلحل هذه القضية. ومن الأمور التي تم تفاوض حولها وهو أن البرلمان المغربي يصادق على تلك الاتفاقية وتنشر في جريدة رسمية، ومن بعد ستليها خطوات لحلحلة هذه المشكلة الصحراء المغربية والعلاقات المغربية الجزائرية. ما وقع أن المغرب وفى بكلمته ووفى بعهده ووعده، وبعدها تم اغتيال بوضياف في الجزائر وهو رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية، بمعنى أن الجزائر هي تكرس مفهوم قطاع الطرق، ودائما نسميهم قطاع الطرق أمام النبلاء الذين يمثلهم المغرب. فكلما خطونا خطوة جيدة نحو الأمام لرأب الصدع بين المغرب والجزائر وبين المغاربة والجزائريين، يقوم النظام الجزائري بإجهاض كل المحاولات، وذلك ما حصل يوم في عهد الشاذلي بن جديد، حيث استؤنفت العلاقات المغربية الجزائرية، وحيث بدأ المسلسل الديمقراطي في الجزائر، فتم إجهاض كل تلك الجهود وتم قطع العلاقات أو إغلاق الحدود الجزائرية المغربية. يعني هذا الحاكم الجزائري ألا تهمه مصلحة الناس اللي على الحدود؟ وملك المغرب ألا تهمه مصلحة المغاربة اللي على الحدود؟ يا دكتور، هم شعب واحد وإخوة ونسائب وأخوال وأعمام. هذه قلة أدب مع جلالة الملك. يمكن أن تسأل عن النظام الجزائري، ولكن بالنسبة لجلالة الملك أنت لا تعرف جلالة الملك ولا تعرف النظام الملكي المغربي ولا تعرف تشبت المغاربة بالنظام الملكي المغربي ولا تعرف العلاقة بين الملك والشعب. فالملك هو نبض الشارع المغربي، والمغرب بقيادة جلالة الملك يتحاشى الاستفزازات الجزائرية ويتحاشى المعاداة مع الجزائر، ورغم ما فعلته الجزائر في حق المغرب، إلا أن الملك جلالة الملك محمد السادس نصره الله في كثير من المرات وجه دعوة أو اليد الممدودة كما نقول، وقال للجزائر تعالوا نتفاوض في كل المشاكل وفي كل الملفات بدون قيد أو شرط وبدون استثناء. هل هناك شيء أكثر من ذلك؟ بمعنى أن جلالة الملك محمد السادس يعي جيدا بمصلحة شعبه، وكذلك وفي لكفاح الشعوب المغاربية من أجل الاستقلال ومن أجل بناء الصرح المغاربي وبناء حياة مستقرة آمنة مزدهرة. فجلالة الملك في أكثر من مرة وهو يمد يده للخير للتعاون، لكن مع الأسف
النظام الجزائري لا يستجيب، بل يعتبر أن ما يقوله صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله هو لا حدث. إذن هذه الأمور لا بد أن نعيها ونفهمها جيدا. للإنصاف، أكبر خروج في العالم العربي من أجل فلسطين ومن أجل غزة هو في المغرب. أكبر المظاهرات، أكبر الفعاليات، أكبر الاحتجاجات ليست في الأردن وليست في مصر بطبيعة الحال ولا في أي دولة مجاورة. هنا أرفع القبعة للسيد محمد عبد زيتوت وأشكره على هذه الشهادة التاريخية وهذا الاعتراف. طبعا كل الأحداث تؤكد على أن الشعب المغربي يساند القضية الفلسطينية ويرفض العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى الأراضي الفلسطينية. هذا أمر لا شك فيه. لكن من ناحية التحالف، وأقولها وأشرحها كما شرحتها في عدة حلقات، أن المغرب كان مضطرا إلى التحالف المغربي الأمريكي الإسرائيلي، لأنه كان يفضل أن يكون هناك تحالف في المنطقة المغاربية، وقد سعى إلى ذلك بكل الوسائل. لكن مع الأسف تعنت النظام الجزائري والعداء الذي يكنه للمغرب دفعه إلى البحث عن تحالفات أخرى في أماكن أخرى، فكان مضطر أن يتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بمغربية الصحراء، وهذا التحالف مرتبط بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل. وهناك خاصية عند المغاربة لا بد أن نشرحه جيدا، وهو أن المغرب دائما كان مساندا ومدعما لليهود المغاربة، وقد حماهم من التعسفات من أوروبا. واليهود المغاربة جزء من الشعب المغربي وأوفياء للعرش العلوي المجيد، ومنهم من ذهب إلى إسرائيل وبقي وفيا لمغربيته وإخلاصه للمغرب وللجالس على العرش العلوي المجيد. إذن هناك علاقات إنسانية ما بين المغاربة أينما كانوا، سواء كان ذلك مغربي أو إسرائيلي أو يهودي. المهم أنه هناك علاقة إنسانية، وإسرائيل لم تسئ أبدا إلى المغرب كما أساءت الجزائر إلى المغرب، بمعنى أننا نحن في المغرب نرى أن الجزائر أكبر صهينة، لديها أكبر صهينة أكثر من الصهاينة، صهينتها أكثر من الصهاينة. إذا فمن نختار؟ وبالتالي فقد اضطررنا إلى هذا التحالف، وهذا التحالف غير معني بالجزائر، بمعنى أنه غير موجه ضد الجزائر، ولا يمكن أن يسمح المغرب أن تكون أرضه منطلقا للاعتداء الإسرائيلي ضد الجزائر، ولا أي عملية من المغرب ضد الجزائر. فمن حقه، وهذا داخل في سيادته، أن يجري أي علاقات أو تحالفات أو اتفاقيات. هذا من منطلق حريته وسيادته. الآن ننظر إلى الجزائر. فالجزائر اتخذت من هذا ما يسمى بالتطبيع، اتخذته ذريعة للتهجم على المغرب، ونحن نعرف أن لديها علاقات كثيرة مع دول أخرى تطبع أكثر من ما طبع المغرب مع إسرائيل، ومنها تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا التي تطأطئ لها الجزائر رأسها، فهي كذلك مطبعة مع الكيان الصهيوني. إذا أين المشكل؟ المشكل هو أنه الجزائر تبحث عن الذرائع للاعتداء على المغرب، وبالتالي فالمغرب وإن كانت هناك علاقات رسمية مع إسرائيل، فإن المغاربة لا يمكنهم أن يقبلوا أي اعتداء ضد الشعب الفلسطيني. وإن كانت هناك هبة وهناك تطوع للتجند من أجل الدفاع عن فلسطين، فإن دائما المغاربة موجودين. والدليل على ذلك لأنه المسيرات التي تنظم في المغرب دعما للشعب الفلسطيني لا تتعرض لأي منع، كما ذكر ذلك الصحفي الفرنسي الجزائري مهدي قزار الذي قال بأنه تمنع من طرف، يعني بمرسوم ملكي وبإعاز من أندري أزولاي المستشار الملكي. الذي يقع هو أن الجزائر لا تسمح بمثل هذه المسيرات في الجزائر، لأن تعرف أنها ستتحول ضد النظام الجزائري. إذن هذا مختصر، يعني هذا إجمالا ما كنت أود أن أضيفه. هناك كثير من النقط
فعلا لابد من توضيحها، ولكن لا يتسع المجال كله لأن الفيديو الحلقة ستكون طويلة جدا، ولكن ستتاح لنا الفرصة مرة أخرى لتوضيح ما لم يفهمه المشارقة وما يريد النظام الجزائري وخدامه لقيام بمغالطات. أما بالنسبة لعلاقات المغرب الجزائري على مستوى الشعبين، فنحن نعرف أن بالمغرب جزائريون يقيمون بالمغرب وهم يعيشون حياة عادية منسجمة مع المغاربة، فمن دخل بيت محمد الثالث فهو آمن. وكذلك هناك مغاربة في الجزائر يعيشون عيشة هادئة بخير وعلى خير، ما كاينش مشكل. وفي أوروبا هناك تعايش ما بين المغاربة والجزائريين، ما كاينش مشكل. ولكن المشكل أين؟ وهو بالعلاقة بين المغربي والجزائري. فعلا على المستوى الإنساني جيد، ولكن عندما يطرح مشكل الصحراء أو مشكل النظام الملكي تجد أن الجزائري يبتلع بسهولة ولا يقول الحق. ولا يمكن لأي جزائري أن يتحدث عن الصحراء المغربي في الجزائر، أو أن يرفع العلم المغربي في الجزائر كما يرفع المغربي العلم الجزائري في المغرب. فعندما فاز الفريق الجزائري بكأس افريقيا فقد خرجت الجماهير المغربية محتفلة بهذا الإنجاز ورفعت العلم الجزائري بحرية. لكن في الجزائر لا يمكن الإنسان أن يرفع العلم المغربي في الجزائر. وكذلك لا يمكن أن يتحدث بإيجاب عن المغرب بإيجاب، سواء عن الصحراء المغربية أو عن أي شيء، فإنه سيمنع. والخوف هو الذي يمنعهم من ذلك، بمعنى أن هناك نظام جزائري ديكتاتوري. المهم كلام كثير، وأتمنى على قناة حوار ومحمد عربي زيتوت أن يراجع نفسه جيدا وأن يصحح عدة مفاهيم مغلوطة لديه والتي يحاول أن يمررها عبر قناة حوار وعبر قناته في عدة مجالات. كما أقول دائما بالدارجة، النظام الجزائري ما غيدير البرد. وشكرا على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.